خي حيدر السريع حبيبي والله بسأله بدون كلمة. هو جماعة المنهاج كذابين. نحن اخذنا تلديدين مش الجيش السوري. نحن بلحنا الحي يا حبيبي. بسأله بدون كلمة. هو جماعة المنهاج كذابين. نحن اخذنا تلديدين مش الجيش السوري. نحن بلحنا الحي يا حبيبي. يا نحن هلا بحلب، عرفت كيف؟ بمنطقة تحت العز، كنا مقطوعين القهوة ومش عارف شو، بس بتعرف اللبنانية انت كيف ما بقى مثمون وفي لبناني في نجار. المعركة صور مقطع متجزر فينا هيك قلت لك كيف هيك؟ طيب فيك تقرب الصورة هيك هو هيك. خلينا نصور اياها الحاج ابو علي. هودي صورة حية، زيح شوي عندك. قرب زوم حتى عتيبنا بعده تحت. ايه خيي هون بعد البكاسات غريب تحت. البكاسات غريب تحت. دقيقة شوي خيي. من هيدا البيت اللي هون اللي مبين بوجنا تراب، ما فكر ياخدوا معي. لك سمعوني. من هيدا البيت اللي بوجنا التراب انطلقت القوات اي مسلحة. ايه لك قد ايه مشينا. حرجع زوم اوت. هو مصور بيت الالوان. حاول انطلقنا منه هداك ورجعنا زوم اوت. كمسافة قديش؟ هو كله مشي. مشينا لحد هالعمود يا اخي. ليك لحد هالعمود. ها قطعنا بالعرض. طبعا لانه كمان منظر ليلي. نحن وصلنا لهون. لو مناظر ليلي ما نوصلش لهون. وصلنا لهذه الحفريات. هذه شو هذا؟ يا اخر شيء هاي تحت عند هو بالاخر صار حروق. هيدي هون الفلاحة. وصلنا لهون رصدنا لقينا في 6 عناصر هون على التلة الأنيقة. طبعا مش وسام البس اللي كان هون، كان في حدا غيره يعني. انا يا خيي طب ليك فينا نسحبها. نعم. ايه تقدمت مجموعة وسيم بقيادة باسل، ورانا عمار محمد مرتضى. مظبوط هيك كنا ماشيين. كان بيه الحاج حيدر جماعته هونيك. وصلنا لهون على نص الحقل. حنرجع زوم اوت. ونزل 6 عناصر من التلة من فوق. ففتحت النار. المجموعة الأولى من هون بالبيكاسي، والأخ وسام حيدر الكربلائي بالبي7 اللي مش عارفين وين اجت. على اساس من هيدي المال. ها نصور صورة يا حاج. ها على اساس هودي البيوت مع العراقية. بعد في له الامتداد هيون. ها امتداد البيوت. هول البيوت على اساس مع العراقية. شوف بس شو صار فينا يعني. نحن ماشيين طول الطريق. قوتنا كم ميمنتكم محمية 100%. ما في حدا فوق بيطلع بيصرش فيكم شيء. حبيبي يا محمد. هاي البيوت على اساس مع العراقية. هذه ميمنة التل اللي احنا طالعين عليها. هاي هي التل. لما فتحنا النار قدمت المجموعة الأولى اللي كان فيها مش مجموعة، فريق من المجموعة. طلع منها وسيم وربيع ومظلوم وحج باسل مين بعد. وكمان على الحطيط وحيدر كربلاء اللي هو وسام. طلعنا ركضنا من تحت لنص التلة. بنص التلة بلش الرصاص يزلغف مش عارفين منين على المجموعات لتحت على الساحة. بس تسمع صريخ يا عمار كله يصرخ. من الرصاص يجي علينا من بيوت العراقية اللي هني مع الأصدقاء. وعمار بيه لحاله. وعمار يصرخوا له. هذا يجي طلع بصدره وهيدا اللي بيجروا له يا عمار. المهم طلعوا ال5 شباب من هون. وصلوا على التلة لهون. سيطروا على التلة. طبعا لما طلعنا لفوق اصلا على اساس الدعم تاعول هول جينا عندنا ضيوف. نحن نهاجم معهم يأمنوا لنا كل شيء من حرامات والى اخره لتنام العالم. طبعا ولا ما حدا نام لانه مش مضطرين ننام كلنا انه بتعرف شو صار. سناننا من الكاسكت. حاج مراد اشتغل على النقل على التاكسي يعني اسعاف ودعم لانه هو جاب كل الاغراض. ما في حدا يجيب لنا شيء. طلع فيه بس
حاج ابو علي جابوا سنيننا قد ما عملنا هيك. اي والله الثقة بتقتل الزلمة. يا عمي سيد مرتضى العديل صورنا يا اخي، سيد مرتضى العديل امبارح اشتغل تسليح ونقل جرحى. لك ما قلتلوش لابو علي رضا انه في اسعاف ايش طلعت علينا. بلا قلنا لها اسعاف. شو؟ مين في تحت من عندك يا اخي؟